لو سألت أي حد إيه أحسن حاجة ممكن أعملها عشان أستثمر فلوسي أو إيه أحسن طريقة أعملها عشان أحافظ على قيمة فلوسي، هتلاقي بيقول لك الذهب. 9 من 10 من الناس اللي أنت هتسألهم دول هيقولوا لك الذهب، والواحد الأخير ده هيقول لك 1xbet. بس ليه؟ هل هو حاجة إحنا اتعودنا عليها على مدار الزمن، ولا في أسباب اقتصادية حقيقية بتخلي فعلا الذهب رقم واحد في العالم في الحفاظ على الفلوس والاستثمار؟ في الفيديو ده هنتكلم عن أهم الأسباب اللي خلت الذهب هو رقم واحد في الاستثمار ورقم واحد في الحفاظ على قيمة الفلوس، وإزاي ممكن تستثمر فيه بطريقة ذكية جدا. ولكن كمل معايا لاخر الفيديو لان في حاجه مهمه جدا لازم تعرفها في الاخر. وخلينا نبدا الفيديو. هات كوبايه القهوه بتاعتك، ولو ما بتحبش القهوه روح هات صوبيا، ويلا نبدا الفيديو. الصوبيا دي اختراع على مع الله. انا مصطفى ودي شوردي. اول سبب وان الذهب ده مش مجرد معدن موجود في باطن الارض، ده تاريخ مالي مستقر من 5000 سنه، والذهب كان وما زال هو العمله الحقيقيه اللي تم استخدامها على مدار الازمنه والاجيال كلها. من اول ما البشر قالوا يعني ايه تجاره وعملوا عمله، كانت اول عمله معموله من الذهب، عكس العملات الورقيه اللي ببساطه ممكن الحكومات تطبع منها كميات كبيره جدا تقلل من قيمتها، ودي الموجوده في عصرنا الحالي واللي بيأثر عليها التضخم. لكن الذهب نادر ومحدود ومصيره يوما ما يخلص من بطن الارض. زائد ان العملات الرقميه على مر الزمن هي بتفقد قيمتها وبس. شوف الدولار او الجنيه كان من 20 سنه عامل كام، ودلوقتي الجنيه بقى عامل ايه والدولار بقى عامل ايه. ماشي الدولار بقى ب 50 جنيه والكلام ده كله، بس انا بتكلم في بلده. شوف كان بيعمل ايه في بلده ودلوقتي بقى بيعمل ايه. ولكن الذهب فضل مستمر ومحتفظ بقيمته على مدار الازمنه والمشاكل والحروب والازمات الاقتصاديه اللي حصلت في اخر على الاقل 100 سنه. تاني سبب هو ان الذهب محدود والطلب عليه بيزيد. انا لسه ذاكر من شويه ان الذهب مسيره يوما ما يخلص من بطن الارض، وما عدناش نلاقي مناجم فيها ذهب، وبطن الارض خلاص اخر جرام ذهب يطلع منه، وكده ما عادش فيه ذهب خالص جديد. يعني هو الذهب بس اللي احنا تم استخراجه من بره هو اللي بقى كده خلاص، ده اللي موجود عندنا. فده يشرح لنا يعني ايه كلمه ان الاحتياطي بتاع الذهب مش بيزيد بسرعه، والاستخراج بتاعه من المناجم بقى اصعب واغلى مع الوقت، والطلب عليه بيزيد، بدليل ان دول زي الصين وروسيا بداوا دلوقتي يتجهوا ان هم يشتروا او ان هم يحتفظوا بكميه ذهب اكبر ويقللوا اعتمادهم على الدولار. حتى المستثمرين اللي بقى عندهم بس مجرد محفظه استثماريه عاديه بقى عندهم وعي دلوقتي بقيمه الذهب واهميته، وان لازم يكون في محفظتك الاستثماريه على الاقل 10% ذهب، سواء سبائك او جنيهات او صناديق ذهب اللي اسمها جولد اي تي افس. ثالث سبب وهو ان الذهب ضد التضخم وضد تقلبات السوق. الفلوس الكاش اللي في جيبك او في حسابك البنكي يوما ما قيمتها هتقل، مش بعيد بكره قيمتها هتقل، وده بسبب التضخم، وممكن يبقى بسبب ازمه اقتصاديه حصلت زي جائحه مثلا 2020 بتاعه الكورونا. لكن الذهب حافظ على قوته الشرائيه وقيمته الشرائيه على مدار الزمن. وكمثال في 1920 سعر اونصه الذهب العيار 24 كانت ب 20 دولار، وفي 1971 الاونصه نفسها بقت ب 35 دولار، وفي 2025 سعر الاونصه نفسها بقى كاسر ال 3000 دولار. فانت متخيل في خلال 100 سنه او 105 سنه زادت قد ايه؟ زادت اكتر من 10000%. وفي اي ازمه اقتصاديه سواء ازمه 2008 اللي حصلت في امريكا او جائحه كورونا اللي حصلت 2020، الذهب بالنسبه للمستثمرين ساعتها كان نمبر 1. كل الناس كانت بتروح تشتري في الذهب، حتى مش المستثمرين، حتى الناس العاديه، لانهم هم معتبرينه ملاذ امن وليه قيمته واللي بتزيد مع الوقت. دول 3 اسباب بس كافيين ان هم يقولوا لك ان الذهب هو احسن اختيار ان انت تستثمر فيه فلوسك على المدار البعيد او على المدى البعيد. ندخل بقى على اهم نقطه، انت ازاي تستثمر في الذهب بطريقه ذكيه. ركز معايا. سعر جرام الذهب ايرات 24 دلوقتي واحنا بنعمل الفيديو هو 4920 جنيه. جرام الذهب ال 21 ب 4305، الجنيه الذهب ب 34440 جنيه، النص جنيه ذهب ب 17220 جنيه، الربع جنيه ذهب ب 8610. ده طبعا من غير تكلفه المصنعيه وتكلفه العموله. واللي بيحب يشتري ذهب كل شهر زي ما انا بحب انصح الناس، او الناس بتتفرج على فيديوهات تانية بتقول لهم اشتروا ذهب كل شهر، ده هتبقى تكلفه كبيره عليه جدا، لان على الاقل كل شهر محتاج 5000 جنيه عشان يقدر يتدبر في جرام ذهب واحد بس. طب تعرف بقى ان النهارده انا خليك تشتري ذهب ب 17 جنيه وربع بس، ب 17 جنيه وربع بس، ولا عن طريق صناديق الذهب او الجولد اي تي افس. شرح صناديق الذهب ده هخليه في فيديو تاني لوحده خالص عشان نبقى فاضيين له بقى، ولكن عشان اختصر الجواب عليك هو مطابق للشريعه الاسلاميه. طب تشتريه ازاي؟ هتشتريه عن طريق تطبيق فاندر، وهسيب لكم لينك التسجيل تحت في الديسكربشن. وطبعا اللينك ده مش محتاج اقول ان هو افليت لينك، ده يعني ده هيفيدني، هو زي ما بتقولوا لينك احاله، ده هيفيدني طبعا. لكن لو مش حابب تستخدمه انت ممكن تروح على الاب ستور او البلاي ستور وتنادي ثاندر على طول. وكده كده ده مش اعلان ليهم، لكن عشان هو اسهل تطبيق ممكن تستخدمه ان انت تشتري الحاجات دي. تاني حاجه هتعملها بعد ما تخش على التطبيق وتعمل لك اكونت ويتقبل، هتخش على حاجه اسمها جولد فاندز، او لو انت عامل فاندر بالعربي هيبقى اسمه صناديق الذهب. تالت حاجه هتختار صندوق اسمه اي زي جي او ايزي جولد، وده ازيموت جولد، وده صندوق ذهب مطابق للشريعه الاسلاميه. سعر الوثيقه دلوقتي وانا بعمل الفيديو 17 جنيه وربع او 17 جنيه و24 قرش بالظبط. تقدر بقى تشتري كل شهر كل اسبوع، مروح البيت معاك 20 جنيه فكه ممكن تشتري بيها،
بدل ما تغني هاتنا بالباقي البال ممكن تقول هاتنا بالباقي وثائق ذهب. انت تعمل اللي انت عايزه بقى براحتك من ساعتها، يعني هو ب 17 جنيه اعمل اللي انت عايزه بقى، عيشها براحتك. فانت ممكن بقى كل شهر او كل اسبوع بقى بجد بقى ان انت تاخد 100 جنيه بس، 100 جنيه مش عايز اكتر من كده. انت لو معاك اكتر ابدا اكتر، بس انا بتكلم ان انت حتى لو معاك اقل حاجه اللي هي 100 جنيه انت ممكن كل اسبوع او كل شهر تشتري ب 100 جنيه وثائق ذهب بس. وقت ما الذهب يزيد سعر الوثيقه هيزيد، وقت الذهب يقل سعر الوثيقه هتقل، لكن انت على الاقل متحفظ الوضع بتاعك جوه صندوق الذهب. والله سعر الذهب قل وسعر الوثيقه قل انت ممكن تشتري اكتر، سعر الذهب زاد والوثيقه زادت الفلوس موجوده جوه، ويبقى انت منها اشتريت ذهب واتمتعت بمزايا الذهب، وفي نفس الوقت مش محتاج التكلفه الكبيره اللي انت تحتاجها كل شهر عشان تشتري جرام ذهب بس. وزي ما قلت من شويه هسيب لينك التسجيل فاندر في الديسكربشن تحت، وما تقلقوش هعمل فيديو كامل عن الموضوع ده قريب. سواء بقى كنت مستثمر محترف او مستثمر مبتدئ او مجرد واحد عايز بس تحافظ على القرشينات اللي معاك، الذهب هيفضل واحده من احسن طرق الاستثمار واحسن طرق الحفاظ على قيمه الفلوس على مدار الزمن وعلى مدار الاجيال كلها. سؤالي بقى ليك في حلقه النهارده، هل انت شايف فعلا الذهب استثمار حقيقي وممكن تخش بيه بفلوسك؟ وهل بتفكر تستثمر فيه؟ وايه رايك في صناديق الذهب؟ شاركوني ارائكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للشانل او للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناه، وفي نفس الوقت ما تنسوش تشغلوا الجرس بتاع التنبيهات عشان يجيلكم كل فيديو جديد. ولو حابب تحجز الشرع معايا عشان تعرف اكتر هسيب لكم لينك التسجيل الخاص بالواتساب وبخلال الموقع، لكن انا بنصحك بالواتساب عشان الموضوع يبقى اسهل بالنسبه لك. اشوفكم في الفيديو الجاي وموضوع جديد. سلام عليكم.